سفلي المحلات وصفة قريتها ونعتمدها منذ أكثر من 22 سنة، ولا يمكن أني نبدلها مهما كان الحال، حتى وأنه كاين وصفات أخرى كثيرة وكثيرة، لكن هذه الوصفة بالنسبة لي أنا شيء آخر. أروحوا تشوفوا معايا المقادير. عندي 2 كيسان ماء عادي من الحنفية، ما نستعملوش نهائيا الماء سخون ولا دافي. نزيد عليهم ملعقة كبيرة معمرة ولكن ماهيش بومبي، يعني ممسوحة خميرة تاع الخبز. نزيد عليها ملعقة أو 2 حليب بودرة، الشيء اللي كان عندكم، يعني ملعقة تكفي. عندي 3 ملاعق كبار سكر، لازم تكون كمية السكر مليحة. حبة تاع بيض، نص كاس زيت أو أقل شوية، خصوصا إذا كنتوا حتستعملوا كمية مليحة تاع زبدة في الآخر. ما تكثروش الزيت، يعني ما بين ربع حتى نص كاس. نضيف الفارينة، الملح وخميرة الحلويات وقطعة تاع زبدة كما شفتوها، ونكمل نلم العجينة بالفارينة حتى تتلايم. ندلكها مليح حوالي واحد 5 دقائق هكاك ونخليها تخمر. هنا ضفت لها شويه زيت على الوجه تاعها وغطيتها ونخليها تخمر. ما تخافوش راح تخمر، ما تطولش، حتى وانه بالماء العادي، يعني الماء من الحنفيه، حتى ولو درت ماء بارد رايحه تخمر تاخذ شويه وقت، يعني يمكن 45 دقيقه يمكن ساعه، ولكن النتيجه روعه. راح تشوفوا معايا الان العجينه كيفاش دايره. دي كي تجربوها راح تفهموني واش راني حابه نوصل لكم رساله كميساج. يعني درتها هنايا ديبول حوالي تقريبا 200 غرام على حساب الحجم اللي راكم حابينه. الا حبيتوا حجم صغير ديروا 75 حتى 80 غرام، الا حبيتوا حجم متوسط ديروا 100 غرام، واذا حبيتوا حجم كبير روحوا حتى 120 غرام عجين. انا بالنسبه للحشوه اعطيتكم كاقتراح، وطبعا تبقى الحشوات اختياريه. استعملت صدر تاع الدجاج، تبلته ملح فلفل كحل، توابل الدجاج، ثوم وبصل بودره، زعتره، بابريكا، ودرت طماطم معلبه، وبقيت نقلي فيه حتى تقلى هذيك الطماطيش مليح. جبت هنايا قطعه تاع جبن ابيض، يمكن تستعملوا كاس كريمه سائله نفس الشيء يعني، ودرت كاس تاع ماء، كاس حتى كاس ونص على حسب الكميه اللي عندكم، ونخليها تطيب. ولي العجينه بعد ما ارتاحت كي كنت فورتها، يعني ترتاح 5 دقائق 7 دقائق تكفي باش نقدر نحلها ما تكمش معايا. نحلها ونعمرها كما شفتوا لافاغس اللي كان طابت. انا هنا كانت لافاغس شويه سخونه، لكن معليش خلوها تبرد يكون افضل باش تقدروا ترفدوا الحبه تاع السوفلي نتاعكم. درت الدجاج، درت الفرماج واش توفر عندكم، درت البيض في الاطراف باش نقدر نغلقها. وهذه هي بالنسبه للدروج من الفوق. راح ندير انا يعني باش نستعمل حاجه اللي ما اعتمدتها انا راح نعطيها لكم، وكما قلت لكم يعني كما قريتها وكما نستعمل فيها منذ اكثر من 22 سنه، هي بيض وكريمه سائله. اللي ما عندوش كريمه سائله يقدر يستعمل ملعقه تاع ياغورت ناتور مع البيض هذاك، وقرصه تاع ملح، لازم القرصه تاع الملح باش ما يجيش البيض من الفوق صامت. دخلتهم يطيبوا على درجه حراره 220 درجه، وكما راكم تشوفوا النتيجه حاجه روعه، يعني يخرجوا افضل من تاع برا. جماعة اللي وصلتوا لهذه المرحلة تاع لا فيديو اكيد تكون عجبتكم الوصفة. ما تنساوش تدعموني، ديروا لي اعجاب، كومنتير، بارطاجيو، يعني حركة الاكسبلور، وما تنساوش تجربوا الوصفة.